ما يحتاج إلى حديث آخر ومطول. ثم انتقلنا إلى طرابلس، والانتقال إلى طرابلس تم إيقاف الحكومة في عهد وفاة عبد الفتاح يونس. تم إيقاف الحكومة، ثم إعطاؤها الموافقة بالاستمرار بصورة مؤقتة، فلن ترى النور هذه الفكرة، وهي ما سمي بمكتب أو مركز. هل طرحها من جديد دكتور؟ تم طرحها باسم مكتب أو مركز الاستراتيجية ودعم القرار. نعم. والمركز هذا بكل مستنداته وكل آلياته وكل عملياته وكل إجراءاته، وهو معد وفقا لنموذج علمي ويعمل به في جميع بلدان العالم، سواء ذهبنا لأمريكا أو النمسا أو السويد أو مدغشقر، فهناك ما يسمى بوحدة دعم القرار. نعم. استراتيجي decision support unit. ولا بأس دكتور من الاستفادة من خبرات الناس اللي سبقونا في هالمجالات. بكل تأكيد. وتم طرح هذا الموضوع على الدكتور عبد الرحيم الكيب، وقدمت له المستندات الخاصة بهذا المركز. وأنه مهم وضروري في هذه المرحلة، ومن الضروري من إنشاءه، والشباب القادرون على تسييره متواجدون. وبالإمكان التواصل معهم وإبلاغهم بإنشاء هذه الوحدة أو هذا المركز للتعامل مع المتغيرات والمستجدات، سواء كان في الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العسكرية أو الإدارية أو البيئية أو التقنية، وجمع هذه البيانات وتحليلها والتنبؤ بأي أزمة قد تنشأ، ووضع الحلول التي فعلا تصل بنا إلى بر الأمان التي تمكننا من ليبيا التي ننشدها جميعا إن شاء الله. وليبيا التي نريد. طيب دكتور، لو كانت الأزمة اقتصادية مثلا أو سياسية أو إدارية، ثمة قاعدة تقول عندما يقدم الخبر بسرعة فإنه يقطع خط الرجعة عن الأقاويل وعن الإشاعات، وبرضه في نفس الوقت يهدي الأعصاب في الأوساط الاجتماعية. إلى أي مدى حسب وجهة نظرك دكتور هكذا تعاطي مع الأزمة يمكن أن يساهم في حلها وعلاجها؟ انتقلت بأستاذة حنان إلى النقطة الأخيرة من إدارة الأزمات. النقطة الأولى وهي ما قبل الأزمة، ثم الاستجابة إلى الأزمة من خلال قادة قادرون أو قائد حازم قادر على أخذ القرار وفقا للبيانات التي تم تحليلها ووضع حلول لها وتقديمها لهذا القائد أو هؤلاء القادة القادرون على اختيار الأجود والأمثل والأنسب في هذه المرحلة. ثم ما بعد الأزمة. ما بعد الأزمة هنا ما يسمى بالببليك ريليشن أو PR، وهي العلاقات العامة أو مركز العلاقات العامة أو مكتب العلاقات العامة الذي يكون جزءا مهما ورئيسيا سواء بالمجلس الانتقالي أو بالحكومة الانتقالية. مكتب العلاقات العامة هذا بالتعامل، وهو جزء يجب أن يتعامل مع وحدة مركز القرار أو فريق إدارة الأزمة، ويجمع البيانات ويحلل البيانات ويعلم الجمهور على القرارات التي أخذت في حل هذه الأزمات، ويتواصل بصورة مستمرة بمنهجية موحدة في أسلوب كلمة واحدة، لا يكون هناك تضارب في الرأي ما بين مجلسنا الانتقالي وحكومتنا الانتقالية. من خلال هذه الفرق العمل المتواصلة التي تستطيع إعادة ثقة المواطن بأداء حكومته الانتقالية ومجلسه الانتقالي. فإذا من المهم جدا أن يكون لنا مركز متخصص للتعامل مع المواطن من خلال مكتب العلاقات وإعلامه بكل المستجدات والمتغيرات التي تطرأ والحلول التي حدثت. طيب دكتور، يرى البعض دكتور أنه ليس بالضرورة أن تتصف كل أزمة بالسوء أو أنها شر مستطير. يرى البعض بأنها هي ممكن تكون حافز على التطور، على المشاركة بفعالية، على تخطي درجات المخاطرة. فشو رأيك في هكذا التحليل؟ هذا حقيقة علم من علوم السياسة. الكثيرون ممن ينهج منهج خلق الأزمات. وهذا عادة في بعض دول العالم المتقدم لنقل الأزمة من الداخل إلى الخارج أو لشد الانتباه
بالمواطن أو الخروج به من الأزمة، يتم خلق بعض الأزمات خارج إطار الأزمة الداخلية. وهذه أيضا من المهم جدا أن نتعلم وندرك جميعا كيف نستطيع أن نتعامل مع الأزمات، وأحيانا نقل الأزمة من مركزها الأساسي لنقلل تأثيرها الداخلي ونخرج به إلى الخارج. فمن المهم جدا أن يكون لدينا فرق تستطيع خلق الأزمات أو شد انتباه المواطن أو الانتقال به إلى أزمة أقل أو أزمة في مكان آخر، لكي نستطيع نتعامل في وضع حلول للأزمة التي نحن فيها أو بصددها. وهذا لا يعني التعتيم على المواطن أو تغييبه أو تجهيله، بل هذا علم من علوم الإدارة والسياسة، كيف نستطيع نقل الأزمة أو تخفيف من التركيز على الأزمة ونقلها إلى طرف آخر أو لخارج نطاقها. باهي دكتور، هل تؤيد فكرة إدراج علم إدارة الأزمة ضمن مناهجنا التربوية؟ بكل تأكيد. هناك بعض المؤسسات ممن يقومون بتدريس علوم إدارة الأزمة، فإذا هو جزء من علم الإدارة يدرس في بعض مؤسساتنا، سواء كان على نطاق ضيق. هناك تخصصات كاملة لإدارة الأزمات. فمن المهم جدا أن نعي جميعا أهمية ودور إدارة الأزمات وهذه العلوم في الرقي بمستوى الأداء في مؤسساتنا، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى المؤسسات الاقتصادية. أعلم دكتور بأن هو الموضوع هذا موضوع كبير وشائك ويحتاج مش بس لساعات ولحلقات أخرى، ولكن دكتور دعنا نختتم بهذا السؤال. لنتعافى من أزماتنا ما المطلوب حسب رأيك؟ المطلوب كل الليبيون، سواء ممن ساندوا الطاغية أو كان لهم دور أساسي في بدء هذه الثورة، أن نتناسى الماضي. يجب أن نتناسى شماعة أزلام النظام، لأن ليس هناك نظام. من يطمح بأن هذا النظام عائد هذا يحلم وليس عاقل. فإذا شماعة النظام انتهت وأزلام النظام. ممن ساندوا النظام لا بد أن يفكروا بأن ليبيا لنا جميعا أكيد. وممن كان لهم دور مهم في بداية هذه الثورة أن يعلموا بأن هؤلاء أيضا ليبيون ويجب أن يكونوا جزء من هذه الدولة. فيجب أن نوحد الصفوف ونتناسى الماضي ونشتغل جميعا لبناء ليبيا، ونكون صفا واحدا قلبا واحدا للوصول إلى ليبيا، إلى ما قام به أبناؤنا وبناتنا ممن ضحوا بدمائهم الزكية لبناء ليبيا 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 الحرة. وعاشت دائما ليبيا حرة. شكرا جزيلا لك دكتور فرج سائح، مسؤول بناء القدرات بالمكتب التنفيذي سابقا. شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، إن تفعيل الخبرة والاستعداد لإدارة الأزمات أصبح مطلبا أساسيا لاستقرار الدول واستمرار تقدمها، وليس ترفا أو خيارا، بل عنصرا رئيسيا في التخطيط لبناء المستقبل والتنمية. أود قبل أن أختتم هذه الحلقة أن أخبركم بأننا لسنا متشائمين أو متحاملين، بل نحن على درجة من الحرص كي تكون بلادنا الأفضل والأروع والأقدر دوما على اللحاق بركب التقدم. وإذا كشفنا عن مواطن الخلل وقسونا قليلا فلا بأس، وعلى قولة الشاعر نزار قباني: وإذا قسوت على بلادي مرة فلقد تضيق بكحلها الأهداب. شكرا لكم وإلى اللقاء، ولا تنسوا أن تبعثوا باقتراحاتكم ومشاركاتكم وآرائكم ووجهة نظركم على إيميل البرنامج @استفهام@gmail.com. شكرا لكم وإلى اللقاء.